هو احنا لازم نكسب بالاربعه يا ما نكسبش؟ يعني مفيش مباراه مثلا كده نكسبها 1-2، يا اما 4 يا اما نخسر. مش هينفع كده يا عم موسيماني، لازم نعمله كده حاجات كده وشغل كده في الملعب عشان نفضلوا على الريتم اللي احنا شغالين عليه دوت. يا عم كنا عايزين على الاقل جول واحد في سان داونز. بس على العموم هو شابوه لمستر موسيماني اللي صالح الجمهور النهارده، وكنا بنشوف الحركات اللي هو كان بيعملها علشان الجمهور الاهلاوي بيصالحه ويقول له معلش على مباراه سان داونز اللي فاتت، وحصل خير. عامه هي مباراه مجموعات ولسه قدام مننا 4 مباريات تانيين، فالموضوع ان شاء الله باذن الله سهل خالص، وان شاء الله نصعد اول مجموعه. موسيماني النهارده حاول ان هو يغير كم مكان لكام لعيب كده في الملعب، حاول يجيب شويه لعيبه كده اللي كانوا موجودين قبل كده يحركهم كده اديلهم ريفريش، بس برضه لسه المشكله اللي احنا فيها بنواجهها، المشكله اللي موجوده معانا من اول مباراه لعبها موسيماني معانا. المشكله هي ايه بقى؟ الفرص الضايعه. مشكله الفرص الضايعه ديت مش عارفين نلاقوا لها حل لحد الوقت دوت. طب وبعدين؟ مشكلتك ان انت لو لعبت فرقه كبيره وضيعت قدام منها زي سان داونز يعتبر من الفرق الكبيره برضو في القاره، وضيعته قدام منه خلاص المباراه بتروح منك. يعني مش هيستناك ان انت تضيع فرصه واثنين وثلاثه، وده ما شاء الله مهرجان اهداف، مباريات كتيره جدا، فرص بالجمله ضايعه من هنا ومن هنا، وعمك قفشه لكل ماتش بيضيع له 5-6 اهداف. هو صحيح النهارده جاب جونين، بس كنا نقدر نجيب اكتر من كده، كان ممكن قفشه يتك على نفسه شويه ويجيب كمان هدف او 2. يعني كانت ممكن النتيجه النهارده تبقى نتيجه تاريخيه، بس في النهايه الحمد لله قدر الله ما شاء فعل، نتيجه كويسه، نتيجه جميله، نتيجه بتخليك تركب الصداره بالرباعيه. يعني بتخلي كل الفرق تخاف منك، كل الفرق دلوقتي بقت خايفه منك، خايفه تفتح قدام منك تشيل بالاربعه. فهنقابل الفتره اللي جايه فرق مقفله دفاعاتها، مقفله خطوطها جامد جدا، وموسيماني عنده مشكله في الموضوع دوت، موضوع تقفيل الخطوط وقفل الخطوط، ده مشكله بيواجهها موسيماني في بدايته مش من دلوقتي بس. يعني لما الفرقه بتقفل قدام موسيماني ما بيعرفش يعمل حاجه، ما عندوش حلول، ما عندوش حاجه يقدر يقدمها تاني غير ان هو خطط لعب، مفيش عنده حته الخباثه الكرويه. مبسوط جدا النهارده ان محمد شريف قدر يرجع لمستواه. محمد شريف يعني تقريبا مش مستوى قوي، يعني قدر يرجع بهدف على الاقل، يعني يديله ثقه في نفسه الفتره اللي جايه بعد التغيير الشهير طبعا اللي احنا عارفينه اللي كان في مباراه منتخب مصر والكروش واللي عمله معاه. فاللعيب كان متاثر نفسيا جدا، ولكن ان هو يجيب هدف النهارده يعني هيديله الثقه شويه، هيخلي اللعيب يقف على رجله شويه، حتى المباراه القادمه هيبقى عنده ثقه في نفسه في الشوط واللعب على الجون بطريقه ايجابيه احسن من كده. محمد شريف طبعا لعيب كبير ولعيب تقيل، ونتمنى ان هو يرجع هداف تاني زي ما كان، ولكن اللي حصل دوت في مباراه منتخب مصر يعني عائق شويه قدام منه. بيرسي تاو طبعا نتكلم عن بني ادم كان عالي قوي بعد الاصابه، ما تعرفش خايف على نفسه ولا بيلعب الشوكه والسكينه ولا هو اصلا كان حميه البدايه. يعني المباراه دي تقريبا لعبها كلها، لعب طول وقت المباراه، ما قدم لناش حاجه. مش ده بيرسي تاو اللي كنا بنتفرج عليه، مفيش التكات بتاعته، مفيش الترقيصات بتاعته، اهداف بالجمله ضايعه، مش عارف ياخد قرار قدام المرمى، وده مش متعودين عليه من بيرسي تاو. احمد عبد القادر طبعا المباراه اللي فاتت كان رايح خالص، المباراه ديت يعني احمد عبد القادر اخاف اقول لك ان هو لعيب محلي شويه، يعني مش هنقدر نحكم عليه برده من المباراه. نتمنى طبعا الفتره اللي جايه ان احنا نتفرج على احمد عبد القادر على الاقل يثبت 4 مباريات ورا بعض. حسين الشحات نزل غير الدنيا، مش بالهدف اللي جابه، حسين الشحات نزل صنع كام هدف وبيلعب السهل الممتنع. حسين الشحات ما شاء الله عليه. طاهر بيحاول يستخبى في اللعيبه، محمد طاهر بيحاول يستخبى في اللعيبه لان بقى له مده العين عليه وبيتكلموا عليه. والنهارده بقى اللي كنت انا حاطه في مكانه ثانيه وكنت نتمنى ان هو يجي الاهلي، هو حارس مرمى فاركو وحارس مرمى نادي الزمالك السابق وحارس مرمى الاتحاد السكندري السابق محمد صبحي النهارده دخل فيه مهرجان اهداف، ما راحش عليه كور صعبه ان احنا نقدر نقول محمد صبحي عمل حاجه النهارده. يعني حتى الكور اللي بيقابلها وهو لافف في وشه الناحيه الثانيه. ف نتمنى الاهلي يعني يكون خلص في صفقه حارس مرمى كويس، لان خلاص محمد صبحي شبه اكيد ان هو راح الزمالك، وبعد المستوى اللي شفناه النهارده احنا مش محتاجينه اصلا. يعني ما فرقش حاجه عن علي لطفي، احنا عايزين نفرق عن المستويات دي شويه، عايزين حارس مرمى قوي، وانا من وجهه نظر واحد زي محمود جاد هيسد في المكان ده كويس جدا. محمد عبد المنعم بيثبت لك يوم عن يوم ان هو لعيب عالمي، لعيب من طراز خاص، اتولد عشان يبقى لعيب كبير، ما عندوش هزار في الملعب، لعيب عارف هو بيعمل ايه، نازل وفي دماغه خطه معينه وهدف معين، ان المهاجم ما يهنيش، يهينه يعني يجيب اجوان، ان المهاجم ما يهنيش يعني يجيب فيا جول ويرقصني. محمد عبد المنعم بينزل راجل في الملعب. اليو ديانج طبعا سيطره نص الملعب، السوليه بيمزج، والله العظيم السوليه بيعمل مزيكا في الملعب. يعني انت عشان تلاقي النهارده ديفندر زي السوليه صعب، لعيب بيعزف كده في الملعب، مش لاعب وخلاص. محمد هاني طبعا تحس ان هو بعد اكرم
اكرم توفيق متصاب هم واتزاح من عليه، خلاص بقى بيلعب باريحيه شويه، واخد الثقه. علي معلول مفيش بقى، ما هتقول ايه بقى؟ ده ابن النادي غصب عننا، يعني هو جاي النادي، هو كبير اصلا فهو ابن النادي غصب عننا. عمرو علي معلول، محمد الشناوي تمام النهارده، يعني كل اللعيبه كانت كويسه، يعني فوق ال5 من 10. ما تقدرش تقول اللعيب النهارده ما كانش في مستواه، لعيبه الاهلي كانوا في مستواهم، بس الفكره كلها ان احنا اللي بنتكلم عنه ضياعة الاهداف، ان انت بتضيع فرص كتيره جدا وكنت تقدر ان انت تخلص، بس مش عايزين نوصل لمرحله ان احنا قدام الفرق الكبيره انك تضيع وتستقبل، لان الهجمه المرتده مع الفرق الكبيره خلاص خلصت بهدف، هتحسب عكسيه بقى. فاحنا يا ريت نتمنى من كابتن موسيماني ان هو يتك على اللعيبه شويه في الفينش. الفينش عندنا بايظ خالص، الفينشنج اي لعيب في الاهلي دلوقتي بايظ جدا، يعني اللعيب لو ما كانش يجيب هدف من فرصتين، يعني تضيع فرصه ويجيب فرصه، ما يبقاش لعيب كويس. يعني تحط تقييمه 4 من 10، تحط تقييمه 4 من 10. لكن في لعيبه كتير يا جماعه كانت بتخلص من نص فرصه، لعيبه كتير جدا كانت بتخلص من نص فرصه. حسين الشحات كان مع العين الاماراتي بيخلص من نص فرصه، احمد عبد القادر مع سموحه كان بيخلص من نص فرصه، محمد شريف مع وادي دجله كان بيخلص من نص فرصه. مش عايزين الاستهتار في الجنب اللي قدام دوت، عايزين ترجع تاني روح الجديه في الجزء الامامي، وخصوصا الثلاثي الامامي، الاثنين جناح والمهاجم. عايزين نرجع تاني مهرجان الاهداف. احنا يهمنا نتيجه ويهمنا اداء وكل حاجه، بس في نقط كده خطر لازم نتكلم عنها. النقط الخطر اللي بنتكلم عنها كل مره هي ضياعه الاهداف في كل مره. مش عايزين نوصل لمرحله زي فرق غيرنا ان هو بيضيع قدامه وبيستقبل. حارس المرمى مش هيفضل في مستواه على طول، المدافع مش هيفضل في مستواه على طول، لكن المهاجم بمجرد ما بيخلص خلاص الموضوع انتهى.